السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. قبل 4 أيام و5 أيام قابلت لي واحد من الوداعين من الدواسر إن علاقة معهم خاصة. أبيه الله يرحمه ما عنده أخوان، الوالد ما عنده أخوان، عنده أخت واحدة أم يحصة الله يغفر لها، وعنده شكره من الدواسر، عنده المهنخص. ويوم قابلني قال يا أبو حمدان وش جديد؟ قلت عندي بيت دائما أردده اللي يبي ولده يجي مثل سلطان لا ياخذ إلا شيخة دوسرية. وقاموا علي الطحالب والذباب سب عشان يذكر سلطان بن سحيم. القصيدة هذه لها قصة، هذه من 20 سنة. الشيخ سلطان بن سحيم كان مسوي حفل زواج كبير، وعزمت الحفل هذا عن طريق الشيخ عاضل القرني وأنا في لندن. ولما حضرت تكنسل الزواج والحفل باقي مثل ما هو، لكن الزواج تكنسل. يعني المرأة اللي هو كان بياخذها تكنسل زواجها معها. اتصل علي الشيخ جوعان وقال يعني كان له وجهة نظر اني ما حضر الحفل. هذا كلام انا اقوله وبسكر جوالي الان وبقابل الله اليوم ولا بعد سنة، انا مسؤول عنه امام الله جل جلاله، وكلام عادي ما يحتاج اني استشهد بالله عليه عشان اقولها لكم، لكن يعلم الله ان ذا اللي صار. كلم الشيخ جوعان وقال فلان وفلان مو بحاضرين، شعارهم معروفين، حد من قطر حد من برا، وانت ما تحضر. قلت فلان وفلان يمثلون انفسهم يتقبلون الاوامر، وانا امثل نفسي وعطيت الشيخ سلطان كلمه ولا بد اني احضر. واعتذرت من ابو حمد وسكر التليفون. كلمت الرجال قلت شو الموضوع؟ قال ما في موضوع، بطاقات الحفل الجاي مكتوب فيها من الدوسري حاف، وهي بنت شيخ وماخذها الشيخ سحيم بن حمد، اطيب شيوخ قطر كلهم على الالحام. هو الشيخ سلطان كنسل الزواج وخلى الحفل مثل ما هو. قلت هذا سبب اضافي لحضوري له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، وهذه طنختم منه. حضرت قلت القصيدة هذه: الأنبياء من غير داود ذو الكفل، وآخرهم اللي مرسل الخير الأمة. الأنبياء من غير داود ذو الكفل، وآخرهم اللي مرسل الخير الأمة. يا أيها الرفلة ترى عالم الرفل، راعي المعم يضيع وسطه معمه، وسحيم شيخ عاد قدرها ولو أفل نجمه مع أهل الكايدة والمطمة. لا تزعلون في مدح سلطان والحفل في أوله، تصبروا ولم يتمه. سلطان يسواكم من الكهل للطفل، ومن الطفل للكهل تسواكم أمه.